السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو اليوم. فيديو سبيسيال، فيديو مميز اللي هو بالنسبة لي أقوى مشروع راح نديرو معاكم، اللي هو مشروع العلم الوطني، علم بلادي، علم الجزائر. تحيا الجزائر حرة مستقلة. أول شي واش عندنا متر ونص تاع القماش، طويتها على 2. بالنسبة اللي عنده علم واحد راح يستعمل متر وحدة. أنا استعملت زوج برانس، راح ندير متر ونص. اللي حطيت 1 سنتيمتر، حطيته في الزاوية، من الزاوية القائمة هنا تحط 1 سنتيم على حساب الطول تاع الولد اللي عندكم ولا البنت اللي عندكم. هنا درت 1 متر. راكم تشوفوا في الصورة تلميذ تاع السنة الأولى أو السنة الثانية راح يجيكم 1 سنتيمتر. هنا نحطها ونبقى نمشي فيها ونتراسي نتراسي 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 حتى نوصل للحافة الأخرى. راح يتشكل لكم شكل دائري. بالنسبة للبرنوس هنايا راح ندير لون أخضر ولون أبيض، لأنه عالم الجزائر فيه هذو زوج الألوان. اللي يدير البرنوس عادي أكيد راح دير لون واحد. هنا درت متر ونص. قلت لي حدير برنوس واحد دير متر وحدة تكفيها، على حساب كذلك التلميذ اللي عندكم او الولد اللي عندكم. خرجنا هذا الشكل. حطيت متر ونص في اللون الاخضر. في اللون الاخضر طويته على زوج حتى هو خرج لي شكل مثلث زاويه قائمه. نروح للزاويه القائمه ونحط فوقها هذاك القماش الابيض اللي حطيته، ونعاود نقطع بنفس الحجم بنفس الطول بنفس القياس. هنا نعاود نطويه على 2، يعني نفس اللي حطيتهم. فوالا هنا نطويه على 2 كما راكم تشوفوا. راح نروح للقياس تاع الكتفين وراح نقيس حجم الدائره بالمتر ونقسمها على 4. تخرج لي 17 سنتيم. تقدروا ديروها قل، تقدروا ديروها اكثر على حساب العرض تاع الكتفين تاع الولد اللي عندكم. هنا درتو ب 17 سنتيم. فوالا نقطع على شكل دائره حتى هو على شكل مايل، يعني ما ديروش شكل مستطيل، ديروه شكل مايل. شوفوا الشكل تاعو. هنايا خرج لي زوج خضر وزوج بيض. فوالا هنايا بهذه الطريقه راح نخيطو، نديرو الجهه البيضاء والجهه الخضراء. نحط هذيك الجهة الحمراء يعني فيها 50 سنتيم على 50 سنتيم، يعني شكل مربع. هذه تاع الكاغول أو القلمونة أو كل واحد كيف يسميها، القلوزة. هنايا درتها طول 35 سنتيم والعرض درتها 30 سنتيم، يعني الشغل شكل مستطيل تقريبا شكل مربع. هنا بعد ما خيطوا أول حاجة راح نخيطوا على الجهة البيضاء، يعني البيضاء باش تجيني الجهة الخضراء في جهة اليمين، لانه العلم الوطني راح يكون بالنسبه لنا. لاحظوا انه اللون الاخضر يجينا في الجهه اليمنى. انتبهوا الخياطه تاعو قبل ما تخيطوه. راح نخيطوه على الجهه البيضاء ومن بعد كي نقلبوه يعطينا هذا الشكل. فوالا هنايا بيكيت هذاك القماش بانجل كامل. كنت رسمته قبل. باش ترسموه لازمكم مغطى تاع كيروانه، عندكم صحن كبير، عندكم كيروانه في حد ذاتها راح تشكلوا به الهلال والنجمه، راح ترسموها في ورقه وراح تراسيوها. باش تخيطوها باللون الاحمر. هذه بالنسبه للنجمه والهلال راح تخيطوها باللون الاحمر. ومن التحت راح تستعملوا الكانات. في الجهه البيضاء تستعملوا الخيط الابيض، وفي الجهه الخضراء راح تخيطوا بالخيط الاخضر. اما الخيط الاحمر مش راح يتغير، يعني الكانات فقط اللي راح تتغير. بهذه الطريقه شوفوا خيطوا بالخياطه العاديه وخيطوا كذلك بالزيكزاك. واللي عندها السيرجي تقدر تستعمل السيرجي. شوفوا خيطها بالخيط الابيض منا ومن الجهه الخيط الاخضر، يعني نخيط بالنص خيط اخضر وحده، وكي نخلص من الاخضر نعاود نروح للجهه البيضاء. هنا نعاود نقصهم. بالنسبه للخياطه راح تعبوا شويه في النجمه والهلال، يعني لازم تثبتوا رواحكم مليح مليح، لانه الخياطه تاعهم صعيبه سيرتو المبتدئات. لازم ما تجيكمش مكمشه وما تجيكمش بومبي، لازمكم تجيكم مع القماش ديريكت. المهم حاولوا انكم تخيطوا النجمه والهلال على قد ما تقدروا، يعني تضغطوا عليه او تجبدوه بزوج يدين، وحده اليمين وحده اليسار باه ما يجيكمش مكمش. هنا قصوه تميلوا المقص فقط، يعني على الحافه راح تقطعوه
ما تخافوش منه، يعطيكم هذا الشكل. هنا واش راح نديرو، راح بالمكواة فقط راح نعاود نكويه مليح حتى يولي لي داير، بصح وشنو تنقصوا المكواة وتخفوا عليها، لانه لو كان تقويو لها راح يتحرق لكم. اول شيء راح تحدوا ولا تكويو قطعه خفيفه ومن بعد ديروها. بالنسبه لنوع القماش، قماش طافطه، راني قلت لكم بالنسبه لنوع القماش راح يكون قماش الطافطه. هنايا راح نديروا له زوج خيوط من القدام باللون الاحمر، يعني باش يتربطوا به، باش تجينا متجانسه اللون الاحمر مع اللون الاخضر واللون الابيض. ومن اللورا راح يكون نجمه وهلال بهذه الطريقه. الحداده او المكواة خفوا عليه على قد ما تقدروا. النجمه والهلال قلت لازمكم تجبدوا مليح باش ما تجيكمش مكمشه من اليمين واليسار. هذا هو الشكل اللي راح تعطيه لكم، ان شاء الله تنجحوا فيه، وان شاء الله يكون لكم مشروع ناجح ان شاء الله. بمناسبة عيد الثورة الجزائرية ان شاء الله تكون الجزائر ديما حرة ديما مستقلة. دمتم في رعاية الله وحفظه.